لاعب في لائحة الركراكي، لأول مرة يتعرض لتدخل خطير ويغادر الملعب. وفي التفاصيل، تعرض الدولي المغربي الوافد الجديد على أسود أطلس أيوب عمراوي لإصابة قوية في الرأس عقب تدخل خطير من البرازيلي إيغور سيلفا، وأجبرت الإصابة الخطيرة عمراوي على مغادرة ملعب أليونز ريفيرا الذي احتضن مباراة فريقه نيس ضد لوريان يوم الأحد لحساب جولة 28 من الدوري الفرنسي ليغ 1. ودخل الظهير الأيسر المستدعى لوديتي البرازيل والبيرو في الدقيقة 46 من الشوط الأول دون أن يكمل اللقاء، متأثرا بالتدخل العنيف للبرازيلي إيغور سيلفا، هذا الأخير الذي غادر أرضية الملعب بتلقيه الورقة الحمراء. وكان الناخب الوطني وليد الركراكي قد استدعى أيوب العمراوي البالغ من العمر 18 سنة لأول مرة للمعسكر تدريبية للمنتخب المغربي استعدادا للقائين الوديين أمام منتخبي البرازيل والبيرو في 25 و 28 من مارس الجاري، وذلك بعد تألقه مع نادي نيس الفرنسية في الدوري المحلي ومسابقة المؤتمر الأوروبي. نشكركم على حسن المتابعة.